اهلا بكم شباب في فيديو جديدة. اليوم باش نحكيو على شنو هما الكامبينز في الويب وكيفاش يخدموا بالضبط وكيفاش دخلوا منهم الفلوس. المرة اللي فاتت حكينا في الفيديو الاولى على شنو هي الويب بالضبط وكيفاش الويب يخدم، شنو هو معناها الفايدة منه الويب من نصله. والمرة هذه باش نحكيو اكثر على شنو هما الكامبينز وكيفاش يتعاملوا. شنو هما الكامبينز؟ باش نفهموا شنو هي الكامبينز باش ناخذوا مثال بسيط متاع حاجة اسمها بيرسونا هي انك تاخو شخص وتعمل بيه مثال تجسد بيه الحاجة اللي تحب تفسرها. لأن باش ناخدو عبد اسمه معز في الحالة متاعنا عنده بودكاست ومعز عنده فلوس، معز يحب يجيب فيوز للبودكاست متاعه ويحب يجيب attention أو اهتمام، هو أهم حاجة في الحالة متاعنا عن طريق الفيوز. قبل كان جاي معز يحب يعمل حاجة هذه يمشي يخلص دي بلاتفورم كيما اليوتيوب الانستغرام فيسبوك تيك توك باش يبروموتيو الفيديوهات متاعه بالادز. ذاك قبل شنو كان يصير معنا؟ كان معز يهبط فيديوهات كيما جاء ويخلص لي بلاتفورم ادز ومن الادز هذوكم يجيب الفيوز. توا كيفاش تبدلت العمليه بالضبط؟ بل كانوا يخلصوا البلاتفورمات على الادز، توا ما عادش، توا ولاو يخلصوا ووب هو اللي يجيب لهم الفيوز والاتنشن. اي انسان لنا باش يتسال نفس السؤال علاش يخلصوا في ووب باش يجيب لهم الفيوز والاتنشن. باش نفهموا لنا شنو هي الفرق بينات الادز وبينات الووب. الزوز يجيبوا لكم فيوز، هذا معناها نكونوا متاكدين منه، الزوز يجيبوا فيوز. لكن بارابور للووب الادز الحاجه الخايبه فيهم انه الفيوز اللي باش يجيوكم ما كنتش باش تعرفوا برشا السورس نتاعهم. صحيح باش يبدا عندك داشبورد كامله وفيها ستاتستيك الخ مي الفيوز نتاعك نجم يكونوا بوتس، وانت كانسان خلص فلوس موش يساعدك انك الفيوز نتاعك يكونوا بوتس. تحب فيوز بالحق جينيوين فيوز اليوم يجيوك من الويب. ROI او return on investment او كما نقولوا احنا الرجوع نتاع الاستثمار نتاعك، ما ربيحك معناها ماكش باش تعرفهم برشا بالادز، وخاصه الادز يتكلفوا لك اعداد معناها كبيره، معناها برشا فلوس، لازم يتكلفوا لكم برشا فلوس. على عكس الويب اللي انت البودجي تحكم لنا قداش البودجي تحب عليه وتحكم اكثر قداش نوعا ما باش ترجع فلوس منه. على عكس الادز اللي هما نون كوست افكتيف، ماكش ضامن برشا الرابور بري كاليتي، ماكش ضامن برشا بالادز. على عكس الويب اللي انت ضامن، خاطر انت تحكم في البيجي وتحكم تقريبا كل حد قداش ياخذ. وحاجه اخرى في الادز اللي تتسمى خايبه، الباد مانجمنت او الاداره السيئه. الادز المشكله فيش كان انت ما تفهمش كيفاش تستعمل ادز، ما عندكش تجربه سابقه، باش تضيع برشا فلوس وباش تضيع برشا وقت من الاول اوتوماتيكمون، خاطر لازم فيها فهم ولازم تكون متعلم ادز بالضبط. على عكس الويب اللي الحاجه الباهيه فيها انه تقريبا انت ماكش تعمل حتى شيء، فما عباد ديدي عندها خدم تسمى موديراتور او مودز، خدمتهم انهم هما يتلهاو لك بالكامبين نتاعك على الويب، دونك انت ماكش تعب جمله. على عكس الادز اللي انت نوعا ما لازم تكون فاهم معناها ادز قبل. توا نمشيو كيفاش كامبين تمشي بالضبط، وشنو كنت نقصد من قبيليك بنون كوست افكتيف وكوست افكتيف. نحن قلنا انه معز عنده بيدجي يمشي بيه البودكاست نتاعو اللي يحب يبروموتيه للعباد باش تشوفه، باش يستعمل البيسي نتاعو باش يعمل كامبين على الويب، يجيب فيها عباد موديراتور يخدمهم، والعباد هذوكم اللي على الويب باش يخدموا دي موديراتور باش يلقاو عباد مثلا انت في الحاله هذه اللي تفرج في الفيديو باش تعمل كونتوني للبودكاست تاع معز وباش تخلص على البودكاست تاع معز. كيفاش بالضبط؟ انت ومعز عندكم نفس البوان كوما، الزوز تحبوا على الكونتنت والزوز تقريبا تعرفوا تعملوا كونتنت، وزوز عندكم بوان كوما اخر اللي هي انكم زوز في الويب. دونك انت باش تعمل كونتنت على الويب لصالح معز، وكيفاش باش تعمل كونتنت هذا وفين باش تعملوا انت على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب انستغرام تيك توك اكس. متصورش برشا توانسه مش يفهموا برشا في الاكس، تصور الناس الكل باش تمشي اكثر الثلاثه ذوما، اما اكس ممكن معناها فما بوسيبيليتي كان تفهم انت في الالغوريثم تاع اكس صح وفرحه معناها. ولنا كيفاش تعمل كونتنت وناخذوا بودكاست كاكزامبل، خاطر تو نعملوا فيديوهات جايين نزيد نحكي فيهم اكثر كيفاش تعمل نفس الكونتنت لحاجات اخرى كيما حكيت في الفيديو الاولى على لايف ستايل وحكيت على الميوزك. ذيك امثله اخرى لأن باش نحكيو على البودكاست كيفاش تعمل كونتنت ليه. اول حاجه تعمل باج ديديكيتد بيج. ايش معناها؟ مثلا معز بودكاست اسمه المعز نتاعو، دونك انت تمشي تعمل حاجه اسمها معز بودكاست كليبس ومن بعد تفيريفي الكونت نتاعك. علاش مهمه هذه؟ في اي بلاتفورم باش تعملها هذه مهمه برشا، على خاطر كان تمشي تعمل كونت طول معناها من غير ما تفيريفيه ينجم الالغوريثم يسخيلك بوت، وكي يسخيلك بوت تعملش احسن فيديو في الدنيا 0 فيوز على خاطر يحسبك بوت. هاوك عايز لازم تفيريفي الكونت نتاعك. وكان تحبوا في خليوا في الكومنتات تو نعمل فيديو توتوريال من الصفر كيفاش تعمل كونتنت من الصفر، معناها من اول ما تلقى الفكره
كيفاش تمنتج، كيفاش تهبط، كيفاش تعمل باج، خليوا لي في الكومنتات وتو نشوفوا في المرات الجايه ان شاء الله. بعد ما تفيريفي الكونت نتاعك تمشي تعمل كونتنت ريليتد للبودكاست. ريليتد للبودكاست معناها عندها علاقه بالبودكاست، وهذه تهم برشا. ومن بعد باش نفسر اصلا شنو لازمك تعمل، شنو ما لازمكش تعمل اصلا في الكونتنت بتاعك وعلاش مهمه هذه. وبعد ما تكمل الكونتنت بتاعك تمشي تسبميتيه للووب اللي هو اخر مرحله معناها واسهل مرحله كي تشوف كونتنت كرايتيريا، او شنو الحاجات اللي لازمك تعملهم والحاجات ما لازمكش تعملهم. على خاطر كان فما حاجات كما تعملهمش تريجكت الفيديو نتاعك، معناها مضمض كان باش تاخذ فلوس اصلا على الحكايه. شنو اللي مازمكش تعملوا؟ البرين روت، معناها كيما نقولوا الفيديوهات اللي فيهمش حتى معناها قيمه العباد تنجم تفهم منها حاجه، والا يبداو اصلا الفيديوهات بسيد يحكي في اي موضوع ملوطه في جي ولا ماينكرافت ولا حاجه. معناها الفيديوهات هذيك لا، وديجا اول ما يشوفوا الفيديوهات هذيك هما يريجكتيوك معناها طول اصلا ما تخممش. كوبينج سيم كونتنت، ما لازمكش تنقل نفس الخدمه اللي عملها عبد اخر، معناها كوم سيتي تفسكي على شكون، معناها لازمكش تعمل هذا. ونو تشينج ات اول، ما تبدل حتى شيء في الكونتنت، تاخده كيما هو وتحطه في الكان تاع بودكاست. معناها تحط نفس الفيديو كيما هي، ما تبدل فيها شيء، لا تزيد كلام لا تزيد ترانزيسيون لا شيء. معناها ونو ادد فاليو، معناها ما تزيد حتى قيمه مضافه. كي انسان يتفرج الفيديو نتاعك ما يستنفع بشيء من الاخر، واللي هو ماهوش الهدف لنا. اوركو لازمك تعمل كونتنت فيه ادد فاليو، قيمه مضافه، كونتوني اوريجينال اللي هو باش يكون كرياتيف. كونتوني اوريجينال معناها كونتوني جديد ولا حاجه ما شفتهاش معناها انت عملوها العباد اللي في الكامبين هذيك. ما كي تمشي تلوج معناها تلقى فيديوهات ما تلقاش الفيديو اللي انت عملتها. كرياتيف معناها حتى كي تلقى معناها شكون عمل فيديو تمشي تبدل فيها. هو عمل بوليس هذا انت تعمل بوليس الاخر وتزيد مثلا موشن منه، تزيد ترانزيشن منه، تبدل معناها تكون كرياتيف اكثر معناها في الخدمه. ومونيتايزبل ايش معناها هذه تنجم تقول بونوس، معناها تنجم تخدم عليها كيما لا. مونيتايزبل معناها كان السيد اللي معز مثلا لنا عجبته الفيديو يحب يهبطها عنده، ومعز مثلا نقولوا احنا الباج نتاعو مونيتيزي، الكونتوني اللي هبطوا ما لازمش يكون فيه كوبي رايت باش ما يقبلش معناها مونيتيزاسيون. كوبي رايت معناها حقوق بث. كان مثلا الكونتوني نتاعك فيه كوبي رايت هذا مش مشكل، معناها ماكش هذه يعني قلت لك بونوس، هذه تنجم تخدم عليها كما لا. معناها ولنا فين شباب نكونوا وصلنا في البارتي 2 نتاع الفيديو نتاعنا. نتمنى انكم تكونوا معناها فهمتوا شنو الكامبينز بالضبط وكيفاش يخدموا بالضبط. وفي الفيديوهات الجايه ان شاء الله باش نزيدوا نحكيو اكثر معناها على الانواع الاخرى نتاع الكامبينز، وباش نحكيو اكثر كيفاش تختار الكامبينز. كان عندكم اي اسئله خليهم في الكومنتات، وكان عندكم اي حاجه مش واضحه خليهم في الكومنتات زاده. تنسوش تعملوا جيم ابوني وملتقانا.